هاي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نخطط للسنة الجديدة. بما اننا خلاص داخلين على سنة جديدة، طبعا كلنا بيكون عندنا اهداف، بيكون عندنا امنيات، بيكون عندنا عادات ايجابية عايزين ندخلها وعادات سلبية عايزين نتخلص منها. واكيد طبعا لازم كل واحد فينا يكون عنده روتين ايجابي كده، بحيث ان هو بيكون متحكم في يومه وفي حياته، مش نصحى وخلاص ويكون حياتنا مش مرتبة وزي ما بتيجي تيجي. المهم ان انا كل سنة بحاول ان انا اجيب حاجة تحفزني وتحمسني اكتر للسنة الجديدة عشان احقق اهدافي فيها، سواء الهدف ده كان صغير جدا مثلا ان انا اشرب ميه كتير، او حتى لو الهدف ده كان كبير. المهم يعني بمعنى اصح ان هي كانت بتبقى صديقه ليا كده في الرحله الجديده والسنه الجديده والاهداف الجديده. كل سنه بختار ان انا اجيب اجنده او بلانر، مثلا من مفكره او من سبيس او جولدن مارك او اي كرافت. طبعا كلهم كويسين جدا، ولكن السنه دي انا قررت ان انا اجيب دكان سعاده. اول حاجه، الفيديو ده مش اعلان خالص، انا اللي جايبه البلانر بفلوسي، هم اساسا ما يعرفونيش ولا يعرفوا عني حاجه، ولكن عشان هي عجبتني جدا فقررت ان انا اعمل عنها فيديو. اول حاجه ان البلانر مقسومه لاتنين، دي 6 شهور ودي 6 شهور. طبعا دي ميزه بالنسبه لي عشان انا ساعات بحب اخد البلانر بتاعتي واروح في اي مكان بره في اي كافيه، فانا مثلا بدل ما اخد الاتنين دول على بعض كده، لا هاخد واحده بس، فبالتالي هتكون اخف عليا في الشنطه. البلانر دي عجباني لاكتر من سبب، ولكن السبب الرئيسي ان هي فعلا رابطه الاهداف بتاعتها بمواعيد الصلاه. واساسا عشان تحقق اي هدف لازم تحط ليه ميعاد ثابت في يومك انك تكرره كل يوم في الميعاد الثابت ده. فطبعا يعني مفيش حاجه ثابته في حياتنا كمسلمين يعني قد الصلاه. فانت لو ربطت اي هدف معين انك تعمله مثلا قبل الصلاه او بعد الصلاه، انت كده هتربط العاده المعينه دي. يعني مثلا ممكن كل يوم عايز تقرا، فانت لو ربطت مثلا انك كل يوم بعد صلاه العشاء هتقرا شويه، انت كده هتثبت العاده دي. ودي اساسا طريقه تنظيمي ليومي وروتيني، ان انا مثلا من الفجر للظهر اعمل كذا، من الظهر للعصر مثلا اعمل كذا، وعلى كده باقي اليوم. فحسيت ان اللي عامل البلانر ده كانه دخل جوه دماغي وعمل البلانر، فحسيت ان هي دي اقرب حاجه بتخليني فعلا ان انا امشي على روتين كويس واهداف كويسه. واسباب تانية بقى ان طريقه التخطيط اساسا سلسه وبسيطه جدا، وده بسبب ان هم كاتبين اساسا الحاجه بالفعل. يعني مثلا كاتبين الصلوات، كاتبين مثلا الرياضه، الادويه، الفيتامينات، المهام مثلا ان انت هتعملها، مواعيد اليوم، الروتين، كل حاجه حرفيا مكتوبه. مجرد بس انك تعمل حاجه وهتعمل عليها علامه صح، انت كده خلصت التخطيط بتاع اليوم بتاعك. فبالتالي انت هتبقى عارف انت انجزت مثلا مهامك قد ايه، اهدافك ازاي، وهتحس ان انت متحكم في حياتك اكتر، مش حياتك يعني ماشيه كده وخلاص. بجد فكره البلانر من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون موجوده عندنا عشان تشجعنا لاي هدف احنا عايزين نوصل له. بس كده.